السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم حول أزمة الفوارق الاجتماعية بالمغرب، مستعينا بالمعطيات والإحصائيات الدولية، وخصوصا التقرير الأخير للبنك الدولي وتقرير أوكسفام التي تتعلق بالصحة والتعليم والشغل. يتبين أن السياسات العمومية لم ترق إلى المستوى الذي يتمناه المواطن المغربي، خصوصا فيما يتعلق بالفوارق الاجتماعية. في تقريره الصادر في 16 يوليو من هذا العام، دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر بشأن أزمة الفوارق الاجتماعية في المغرب، فهو يعتبر البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي يتميز بتفاوتات وفوارق اجتماعية واقتصادية كبيرة، ناتجة عن سياسات عمومية فاشلة بحسب هذا التقرير الدولي. فبالنظر للنمو الاقتصادي، فقد حقق الاقتصاد المغربي معدل نمو يصل إلى 4.4% خلال العشرين سنة الماضية، لكن استمرار هذا النمو لم يواكبه الحد من الفوارق الاجتماعية رغم تراجع نسبة الفقر، حيث انخفضت نسبة الفقر من 15.3% في عام 2001 إلى 8.9% في عام 2007 و 4.8% في عام 2014. حوالي 9 ملايين مغربي فقراء أو معرضون لخطر الفقر وفقا للبنك الدولي. زد على ذلك النسبة التي ستنتج من أزمة كورونا. يعيش مغربي من أصل 8 في وضع اجتماعي هش، واحتمالية تحول الوضع إلى الفقر الحاد محتمل في أي وقت، بينما يوجد مغربي واحد من أصل 5 تقريبا في المناطق القروية. كما أن نسبة الهشاشة الاجتماعية رغم تراجع النسبة إلا أنها ما زالت مرتفعة، فقد انخفضت من 22% عام 2001 إلى أقل من 13% عام 2014. في عام 2018 أغنى المليارديرات المغاربة الثلاثة وحدهم يمتلكون 4.5 مليار دولار أو 44 مليار درهم. تمثل الزيادة في ثروتهم في سنة واحدة ما يعادل استهلاك 375 ألف مغربي من بين الأشد فقرا خلال نفس الفترة. لدى أغنى 10% مستوى معيشة أغلى أو أعلى 11.8 مرة من مستوى 10% الأكثر فقرا. فيما يخص التعليم، فبدون الخوض أكثر في الحديث، لا بأس أن نذكركم فقط بأن متوسط مدة الدراسة بالمغرب متدنية بكثير مقارنة بالمتوسط العالمي بحسب تقرير أوكسفام. يبلغ متوسط مدة الدراسة 4.4 سنوات، وهي أقل بسنتين من متوسط بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأكثر من 3 سنوات عن المتوسط العالمي أي 7.7 سنوات. فالمنظومة تعاني كثيرا، وكانت له نتائج سلبية على أزمة الفوارق الاجتماعية. فانخفاض مستوى التعليم هو نتيجة عجز نوعي في نظام التعليم، ونظامه التعليمي فاشل إلى حد كبير بحسب هذا التقرير. هذه التفاوتات المتعلقة بالتعليم لا تزال قائمة في سوق الشغل مع 3 خصائص مهمة: ارتفاع معدل البطالة بين الشباب حوالي 43% من الفئة العمرية 15 إلى 24 سنة عام 2017،
مشكلة هؤلاء الشباب الذين ليسوا طلابا أو موظفين أو متدربين حوالي 30% من 15 إلى 24 سنة، أو ما يعادل 2 مليون فرد. استبعاد النساء من سوق الشغل، والحصة السائدة من العمالة غير الرسمية والمضطربة حوالي 80% من الوظائف غير رسمية. تشارك حوالي 23% فقط من النساء في سوق العمل. لا يتعلق الأمر هنا بتحليل سوق الشغل المغربي، لكن تذكر بعض الأرقام المتعلقة به قد يكون مفيدا للغاية. الأجير المغربي الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجر يلزمه 154 سنة في هذا المستوى من الراتب لكسب ما يعادل الزيادة في الثروة في عام واحد من أحد المليارديرات في المغرب. ثلث القوى العاملة حوالي 60% غير أو لا تشملهم الخطة وخطة المعاشات، معاشات التقاعد. وما يقرب من نصف القوى العاملة حوالي 46% ليس لديهم تغطية صحية. النظام الصحي مثل التعليم هو أيضا يعاني كثيرا، والفوارق قوية. فالسلطات العمومية تخصص موارد قليلة جدا، مما يجبر مواطني على دفع نفقاتهم الصحية بأنفسهم بالطبع عندما يستطيعون. بينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتحمل الأسر مباشرة 36% من الإنفاق الصحي، وترتفع هذه النسبة في المغرب إلى 51%. لم يفلت القطاع من منطق الخصخصة، والنتيجة أن البلد المغرب في 123 من أصل 188 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية. تونس التي تحتل 97 والجزائر 83. يمثل الإنفاق على الصحة 5.7% من إجمالي الإنفاق، مقارنة ب15% في دول منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبالمثل فإن حصة الثروة الوطنية المخصصة للإنفاق على الصحة العامة هي 1.4% فقط، أي أقل مرتين من بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما يقرب من 5 مرات أقل مما كانت عليه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في المغرب لا يوجد إلا 6.2 طبيب لكل 10,000 نسمة، مقابل 12 في الجزائر وتونس و37.1 في الجارة إسبانيا. بحسب التقرير فإن تزايد أزمة الفوارق والهشاشة الاجتماعية ناتجة عن فشل السياسات العمومية، والتي تتعلق بضمان توزيع أكثر عدلا وإنصافا للثروة، ووضع حد لاقتصاد الريع والامتيازات، استخدام نظام ضريبي عادل وتصاعدي لفرض المزيد من الضرائب على الفئة الميسورة، واعتماد سياسة إعادة توزيع عادلة ومنصفة، وفرض ضريبة على الأملاك، وإلغاء الإعفاءات والحوافز الضريبية التي تكرس الاحتيال والتهرب الضريبي. كما يدعو صندوق النقد الدولي إلى مواصلة الإصلاحات، زيادة في النمو والاندماج، بما في ذلك تحسين حكامة القطاع العام وتشجيع تنمية القطاع الخاص والحد من الفوارق. للتذكير 82% من عائدات ضريبة الشركات تستخلص من 2% فقط من الشركات، وتبلغ قيمة الخسائر الضريبية التي يتعرض لها المغرب كل عام بسبب الممارسات
الضريبية للشركات متعددة الجنسيات حوالي 2.5 مليار دولار. نتمنى إرادة سياسية قوية مبنية فقط على العدالة وحسن تدبير الموارد بشتى أنواعها. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا دعمكم. نلتقي في مواضيع أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.